التقرير عن ميدو. تحية الإسلام باتت في عصر ميدو مؤشرا على نهاية مصر. هذا ما جاء على لسان أحمد حسام ميدو في لقاء تلفزيوني هذا الأسبوع وصف فيه فترة رئاسة الرئيس الشرعي المعزول محمد مرسي بالأيام السوداء، ولخصها قائلا: وبعدين بيقول الخطبة فبيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، راح الاستاد كله 60,000 قال له عليكم السلام ورحمة الله. عيط، عرفت ان البلد دي انتهت خلاص، يعني ابتديت اكلم ناس خلاص بلم حاجتي ميدو الذي أثار أكبر قدر من المشاكل في الملاعب، وكانت أكثرها بشاعة ما فعله أمام الملايين مع مدرب منتخب مصر حسن شحاتة في نصف نهائي كأس إفريقيا عام 2006 لمجرد تبديله. ولم تكن المرة الأولى أو الأخيرة التي يخرج فيها ميدو عن النص، فهل كان يريد من الرئيس مرسي أن يخاطب شعبه باللغة الإنجليزية التي يجيدها ميدو؟ والناحية الثانية بيلعب بكناسك. واضح أن ميدو كمان مش عارف. فاصل.